ابن الشام ولا زين الشام؟ اتنين من اجمد المطاعم اللي بتعمل شاورما سوري حاليا، وانا الصراحه بحب الاتنين وبرشحهم لاي حد بيبقى عايز سندوتش شاورما سوري ما يقلش. بس احنا النهارده جينا الرحاب عشان نعرف مين اجمد واحد فيهم بيعمل سندوتش شاورما سوري. المطعمين الريت بتاعهم على جوجل زي بعض بالظبط، ابن الشام 4 و3 وزين الشام برضه 4 و3. اصعب مقارنه هعملها في حياتي عشان انا بحب الاتنين. بسم الله، نبدا بشاورما اللحم. ابن الشام ب 92 وزين الشام ب 73، فرق جامد في الاسعار. ده ابن الشام والسندوتش انا شايفه مزيت شويه، وده زين الشام شايفه رفيع شويه بس مش مزيت. بص يا باشا، ما دام مقارنه لازم كده نفتح السندوتش عشان نشوف اللحمه. يا جماعه السندوتش مزيت قوي، هو في كميه لفت كويسه الصراحه، واللحمه هنا شرايح كبيره زي ما انتم شايفين. لا ما شاء الله يعني. انا بس مشكلتي في السندوتش الزيت ده. نقول بسم الله وندق ابن الشام. بسم الله. كميه اللحمه كويسه، الطحينه طعمها حلو قوي، العيش كنت بحسبه هيبقى كتير بس انا ما حسيتش بده. اللحمه تتبيلتها تحفه، بس انا مشكلتي كميه الزيت اللي فيه. هو الصراحه غير اي مره اكلت فيها الشاورما من عنده، اول مره اشوفها مزيته قوي كده. طيب احنا مش هنحكم غير لما نشوف زين الشام. تعالى كده يا باشا نفتح ونشوف ايه الدنيا. كميه اللحمه برده هنا كويسه، شويه خضره، اللفت هنا قليل. استنى بس عشان ناكل القطه دي. خدي. طيب نقفل. هو احسن حاجه اللي هو مش مزيت، هو خلينا تحميصه يا باشا على 100. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. اللحمه هنا تتبيلتها مختلفه بس حلو. انا مشكلتي بس هنا في العيش ان هو سميك شويه. باخد قطمه يا باشا واقول لكم الخلاصه. بصوا هو في السعر ده يكسب، لكن في الطعم ابن الشام. بس انا ما ينفعش اجيب سندوتش شاورما وهو بينقط زيت كده، فيا ريت الموضوع ده يتحل. واللي عجبني كمان العيش السوري بتاعهم احلى بكتير من زين الشام. هندي النقطه دي لابن الشام. نخش على الشاورما الفراخ. ابن الشام ب 73 وزين الشام ب 61، برضه فرق في الاسعار. ويا رب ما يكون الفراخ عندك مزيته زي ما انتم شايفين، ده مش مزيت الحمد لله، بس محتاج تحميصه شويه. نفتح يا باشا ونشوف. كميه فراخ كويسه، التوميه شايفها ضعيفه شويه. نقفل. بس هو كده كده اصلا مديني توميه مع الساندوتش. بسم الله. حلو قوي، وطعم التوميه فيها واضح. انا كنت بحسبها قليله بس حلوه، بس هنزود برضه توميه. تحفه. انا ممكن اكون شايفه غالي شويه بس الصراحه تتبيله الفراخ عالميه. مش هنحكم برضه غير لما نشوف زين الشام. تعالى بينا يا باشا نشوف زين الشام. احلى حاجه في زين الشام هي التحميصه اللي انتم شايفينها دي، بس مشكلتي الوحيده ان العيش بتاعه سميك قوي، يعني تحس ان هو عيش كريب مش عيش سوري. نشوف كميه الشاورما اللي جواه، ممكن تبقى قليله شويه عن ابن الشام. نقول بسم الله وندوق زين الشام. بسم الله. لا هنا بقى التوميه اجمد بكتير، محتاجين قطمه كمان. تتبيله الفراخ هنا احلى والتوميه احلى، وبالنسبه للسعر ده ارخص. فانا لو هختار سندوتش فراخ يبقى زين الشام. اي نعم العيش بتاعه بيحتاج وقت شويه قبل ما تندغه، بس كسعر وطعم يكسب في الفراخ الصراحه. بصوا يا جماعه الاثنين جامدين جدا، بس لو اتكلمت في اللحمه، تتبيله اللحمه بتاعت ابن الشام كانت حلوه قوي، بس انا مشكلتي معاه كانت في الزيت. بالنسبه للفراخ بقى انا بصب لكم بالعشره ان زين الشام احلى كسعر وطعم. زين الشام. بصوا لو عايزين لحمه روحوا لابن الشام، ولو عايزين فراخ روحوا لزين الشام. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.